انا بابتسامه شديده كده اقول لها ميرسي جدا لحضرتك وشكرا. I was extremely happy ان انا قابلتك وامشي. ليه؟ لان انا لو اشتغلت في البيئه اللي فيها نقد لاذع ما اقدرش اتقبله في ديمو نص ساعه، مش هقدر اكمل في البيئه دي، مش هتبقى بيئه مهنيه انا اقدر اثرايف فيها او اقدر انمو فيها. تمام. فده كده كبدايه. ثانيا، مشكله التايمينج. ايه رايك يا ساره في المشكله بتاعت التوقيت؟ ان الديمو اللي انا حضرته طويل قوي او قصير قوي، نحل الموضوع ده ازاي؟ بتحصل طبعا، بتحصل جدا، بس بالبراكتس لازم ابلان بورقة وقلم كده، وابقى عارفة كل حاجة ايوه، هتاخد مني وقت قد ايه. هعمل كذا في كذا بالظبط. وكذا في كذا وكذا في كذا وخلاص. كلمه السر هنا. حتى لو حصل حاجة في النص لازم برضو نبقى عارفين ان حتى لو حصل حاجة في النص لازم اتدارك الموقف والحق انه اكمل بقية الحاجات، انه ممكن يسحبوني معاهم في نقاشات تخلص الوقت وما الحقش اعمل حاجة. انا اتصدمت من كومنت موجود، انت شايفاه يا ساره؟ السوبرفايزر قالت لي الافضل تسيبي التدريس وتشتغلي سكرتيره. ايه ده؟ مش يعني مش انا مصدومه. اوكي. اولا مش وظيفتها تقول لك انت مطلوب منك تشتغلي ايه. ثانيا تلاقيتيها بتتكلم كده، اقفلي تماما معاها وامشي وسيبيها. ايه ده؟ ده ما ينفعش. هذا تصرف غير مهني وغير محترم، انا اسفه في الكلام. آه لا، انتي اداء، مفيش حاجه اسمها اداء وحش يا جماعه، مفيش حاجه بصي اسمها اقول لك على مدرس. حاجه، هنعمل ايه عشان احنا ممكن عارفه نقضي السيشن كلها نرد على اه الناس اه اللي في الشات بس. اه فاحنا بس هنخلي خليني الحاجات اقولها ده. دي، اه هنخليها معانا للاخر نرد حاضر. عليها. بس خليني بس احط لك رول. مفيش حاجه اسمها اداء من الاول للاخر وحش. اكيد في حاجه حلوه. تمام. فالفيدباك البناء بعرفه دايما ان هي بتبتدي بايه الحلو اللي انا قدمته واشتغلي عليه. مفيش حد بيخش نص ساعه ما يعملش حاجه واحده، يعني خالفه الصواب لدرجه انه ما يعملش حاجه واحده. حاجه واحده صحيحه. طيب، نكمل، وكل الأسئلة اللي انتوا سألتوها إن شاء الله هنجاوب عليها. تمام. وأي حد تقدم له نيجاتيف فيدباك، أنا بعتذر مبدئيا نيابة عن الشخص اللي ادى النيجاتيف فيدباك. ممكن يعني يكون بيمر بيوم وحش مش أكتر. ثانيا، ما نقفش عند النيجاتيف فيدباك أبدا. 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 أنا كمعلم بتعلم زي ما ساره ما قالت بالتكرار وبالتجربه، ترايل اند ايرور. كل ما بعمل ترايل اند ايرور، كل ما بعمل تجربه وخطا واحسن، وتجربه وخطا واحسن. انا بقالي 20 سنه يا جماعه بعمل تجربه وخطا وبحسن. تمام. ليه؟ ببساطه شديده، لان طلبه ال 20 سنه فاتوا غير طلبه السنه دي غير طلبه السنه الجايه. الطلبه بتتغير واحنا بنتطور معاهم كمعلمين. تمام. وبنتعلم ازاي؟ موصلي اللي احنا بنتعلمه يا بنتعلمه من خبرات بنتعلمها من مدرسين تانيين، او بنتعلمها من الترايل اند ايرور، اللي هو التكرار، الاتريشن زي ما بنقول عليه. طيب، نبتدي نشوف. احنا هنتكلم على ديمو 30 minutes. بالنسبة للتوقيت، هل المفروض تسأل؟ المفروض بتسأل عن التوقيت، كام الوقت المتاح ليا، وده حقك كمدرس. طيب، لو ما حدش عنده إجابة على السؤال ده، يبقى بنحضر ديمو as a 30 minutes. ليه؟ علشان اعمل حسابي ان لو جزء من اجزاء الديمو طول، فانا عندي فتره اطول فيها during ال 45 minutes اللي هي وقت الحصه العاديه. فانا بحضر على 30 دقيقه. على فكره حتى في الدروس العاديه بتاعتي انا بعمل كده. تمام. بحضر التوقيتات بتاعتي، بحسب اجزاء الدرس على 30 دقيقه، علشان لو جزء من الاجزاء اخد شويه وقت زياده. تمام. فبالتالي يكون عندي وقت كافي ان انا افرد شويه في جزء من الاجزاء. تمام. طيب، نبتدي بقى نشوف احنا هنتكلم على ايه النهارده. اي محاضره ناجحه او اي لكتشر ناجح او اي تدريب ناجح او اي درس ناجح بيبتدي باوبجكتيفز. احنا هدفنا ايه من دخولنا الحصه النهارده؟ اللكتشرز اللي احنا عاملينها دي هدفنا فيها ايه؟ حضرتك داخل فيها هتعمل ايه؟ قولوا لي كده في الشات انتوا ناويين تعملوا ايه.
ساعات بيقولوا لك سكيب، مفيش مشكله، سكيب، دو ذا. بيبقى عندهم وقتهم قليل للاسف، بيبقى عندي 500 الف ديمو موجود عندي، فعادي سكيب، بس وضحي هدفك ايه. احنا بنتكلم دول لانجوج باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه. تمام. البرزنتيشن لو قصدك اعتقد ممكن نترجمها على كانفا بالعربي، هنشوف لو هنقدر نترجمها برزنتيشن، نترجمها. مش حاضر دلوقتي من يعني، بعد عينيا. كده لو هم يعني عايزينها ترجمها يعني. دلوقتي يا ساره؟ لا لا لا، بعد ما نخلص، بعد ما نخلص ممكن نترجمها ونديها لهم لو هم عايزين. حاضر من عينيا. حد عندنا بيرن جرس؟ لا، ده صوت الناس اللي صوت بتدخل بس. الروم، صوت الويتنج روم. مفيش حاجة. تمام. عايزة أعرفكم يا جماعة على ميس علا. ميس علا هي سوبرفايزر، أو كانت سوبرفايزر يعني، كويس، وعملت أهلاً. ديموهات لناس كتيرة جدا جدا. فعايزة أقول لكم إنها أنسب حد يقول لكم يا جماعة بتتسألوا على إيه وتعملوا ديمو إزاي. وستيم ترينر، وستيم سيرتيفايد تيتشر، وهي اللي بتعمل كورس ستيم، وبارتنر مهم جدا أكيد في ستيمify أكاديمي. فيعني حد هيديكوا كلام جميل جدا في موضوع الديمو والانترفيو إن شاء الله. تمام. والله انتوا اجمل من بعض كلكم، ما شاء الله، جميل، حلو قوي. انا عاجبني قوي السؤال ده. اهلا وسهلا. انا اللي متحمسه والله اكتر فيه. عاجبني قوي السؤال، ازاي اتعامل مع الطلاب المشاغبين. واحنا بنتكلم هنوضح الكلام ده جدا، ده هايلايت. هو هايلايت، بس هما مش مشاغبين للمشاغبة. هما المشاغبين دي احنا كلمة عامة احنا بنطلقها على أي حد بيتحرك كتير. بس هو مش مشاغب، هو أكيد في حاجة معينة هو عايزنا نبص عليها، أو حاجة حدث معين، أو عايز اتنشن معين، محتاج يفهم الدرس بطريقة مختلفة. حتى لما يتقال عليه طلبة مشاغبين في الانترفيو أو في الديمو، هم ما اسمهمش طلبة مشاغبين. انتي المفروض بقى ان احنا بقى نوضح ان هم لا، ما اسموش كذا، اسمه كذا، وبتعامل معاه بالطريقة الفلانية والفلانية. طبعا انا بعتذر والله تاني على تغيير اللينك، عمل مشاكل وناس عمالة تبعت لي مسجات، بس والله حصلت مشكلة فجأة في الزوم يعني انا. بس عامة حصل خير ان شاء الله. كل اللي انتوا قلتوه ماشي. ازاي اعمل انجيجمنت للطلبه، او ازاي اجذب انتباه الطلبه. لو في طالب مشاغب ازاي اتعامل معاه، ازاي احدد الوقت واعرف انظمه، كل ده هو دي ال الاهداف بتاعتنا. فاحنا عندنا حوالي 90 دقيقة لحد ساعتين، يعني زي ما قلت لكم كده، انا دايما ببلان على اوقات اقل، علشان لو في حاجة خدت وقت اكتر ما اطلعش بره التايم الوكيشن بتاعي. احنا عايزين في اخر الديمو، في اخر الليكتشر النهارده، في اخر المحاضرة الورك شوب دي، هنعرف ازاي نحضر درس في 30 دقيقة، ديمو لسن، واستعرض بيه قدراتي كمدرس، واقدر اعرض انا اعرف ايه وما اعرفش ايه في خلال 30 دقيقة. ازاي اكتب سمارت اوبجكتيفز، دي بداية الديمو. لازم احدد الهدف بتاعي. اختيار الاهداف فن، وهنقول هنختارها على بناء على ايه. هنعمل هاندز اون اكتيفيتي كده بسيط لينا احنا كمعلمين، ونتعلم ازاي اختار الاكتيفيتي المناسب ليا. في شروط كده ليه اختار، ازاي اختار الاكتيفيتي، وفي شروط ازاي اختار جزء اللي انا هشرحه. حلو قوي، حاضر. هنتكلم برضو على الأسئلة الصعبة الأكاديمية. تمام. طيب. وفي الآخر خالص هنتكلم على آه الأسئلة اللي بتسألها الصعبة من الاتش او دي، وازاي اجاوب عليها الطريقة المثلى للإجابة. حضرتك تاخد الكلام ده وتعمل له تailoring، او هتظبطه على مادتك وعلى وقتك. تمام. احنا بنتكلم ان جنرال. حلو. بس عموما جوه الديمو، الاتش او دي اللي قاعد قدامك او السوبرفايزر ما بيبقاش عايز، اوكي، ما بيبقاش عايز يشوف انت هتدي ايه في المادة العلمية، قد ما هيبقى عايز يشوف طريقة تدريسك، طريقة معاملتك.
فالمهم ان انا اكون محضر طريقتي دي، مبينها في خلال الدرس بتاعي. تمام. والله فممكن نعمل ميوت بليز. ارسل الحبة ثانية أعمل ميوت. ميوت بليز. خلاص خلاص اوكي، انا عملت ميوت، يلا كملي. طيب، الأجندة بتاعتنا النهاردة هتتقسم لأجزاء. رقم واحد هنعمل اوبننج صغير كده، افتتاحية صغيرة، نتكلم على السمارت اوبجكتيفز وهتتعمل ازاي. ماشي. الأول هنبتدي ببول صغير اكتيفيتي كده، عايزة أشوف رأيكم فيه. بعد كده هنتعلم ازاي نكتب سمارت اوبجكتيفز وازاي اختار الأهداف بتاعة الديمو بتاعتي. تمام. بعد كده هنتكلم على أجزاء الدرس. أجزاء الدرس ممكن تتقسم على أي ميثودولوجي أو أي طريقة تدريس كبيرة. تمام، على حسب المدرسة، ودي بتبقى سياسة مدرسة أو سياسة وزارة، على حسب أنا شغال فين. إحنا هنتكلم على الطريقة العامة، وممكن أديكوا إكزامبلز كده لعدة أسامي، كل خطوة بتبقى بتتغير الأسامي بتاعتها. بس عموما الخطوات بتبقى واحدة في كله، بنعمل فيها نفس الحاجات تقريبا، مع اختلافات بسيطة جدا على حسب الميثودولوجي أو على حسب الطريقة الكبيرة اللي المدرسة بتتبعها. طيب، بعد كده هنتكلم على ازاي نعمل هاندز اون اكتيفيتي. اختار الاكتيفيتي واخطط له صح، بحيث ان هو يكون التكلفة بتاعته قليلة، بحيث ان هو يكون سريع، البيسنج بتاعه سريع، ويكون الهدف منه واضح، الهدف التعليمي بتاعه واضح. واخيرا هنتكلم على الاسئله بتاعه الاتش او دي، وفي الاخر خالص عايزين فيدباك منكم تقولوا لنا استفدتوا بايه. تمام. يلا نبتدي. هسكيب ده. ممكن ده منتي ميتر، عايزين نمسح الكيو ار كود ده. تمام. وندخل على منتي ميتر، هو دي حاجه اسمها وورد كلاود. هتكتبوا لي ايه اكتر حاجه بتقلقكم في كلمه واحده، اكتر حاجه بتقلقكم في الديمو ليسن بتخليكم تتوتروا. ساره اقفلي الكابشن من عندك. تاني، ادي منتي ميتر اهو، سكان الكيو ار طيب كود. ماشي. علشان تقولوا لنا ايه اكتر حاجه بتوتركم في خلال الليسن بلان، في خلال الديمو، معلش. ها، خلاص مسحنا الكيو ار كود. حاضر، هبعت لكم اللينك حالا. اللينك موجود في الشات. ميوت ميوت، بس أقول ثانية واحدة بس تقول ميوت. اهو اهو. بعرض لكم النتائج بس. ادي النتائج اهي. خليني اكبر لكم. تايم مانجمنت، اورال ميستيك، trusting myself، الايفالويشن، توتر او توجيه الاسئله، تايم مانجمنت مره تاني، the flow of the PowerPoint. تمام. الاحكام القاسيه، احنا قلنا الاحكام القاسيه دي حاجه غير مهنيه، ودي للاسف ما نقدرش تماما اتحكم فيها. تمام. ف
بالتالي فبالتالي مش هنقدر نتكلم عنها، لان لو فتحنا فيها مش هنخلص. طيب احنا كده من ضمن الحاجات اللي موجودة lack of confidence، واحنا قلنا lack of confidence هتتحل بالبلاننج الكويس واني اكون واثقة من نفسي. المادة العلمية الاتش او دي مش اعلم واحد في المادة العلمية، جايه لكم من behind the scenes. مش اعلم واحد خالص في المادة العلمية، هو الاكثر خبرة. تمام. ومش المفروض المدرس يكون خبير في المادة العلمية. انا بس بقول لكم آه، المادة العلمية المادة العلمية تحل اي حاجة بالنسبة للموظف، بتتحل. هو بيذاكر المادة العلمية في 3 حاجات انا بدور عليها في المعلم اللي جاي قدامي، هم اسمهم اسك. اول حاجة الايه؟ الاتيتيود، تصرفه. لما انا انقده نقد بناء، اقول له انت كنت المفروض تعمل كذا، ما يقولش عليه يقول لي لا انا ما انت ما بتفهميش. اول حاجة الاتيتيود بتاعه، طريقته. انت داخل بابتسامة، داخل هادي مش متوتر. ومش متوتر ازاي؟ عن طريق ان انت واثق في تحضيرك. تمام. وزي ما قلنا الكلام ده هيجي بالذات بالتكرار. ادخل ديموز على قد ما تقدر. حتى لو اتقابلت في مدرسة اكمل ادخل ديموز، اه كمل ادخل ديموز على قد ما تقدر، لان كل ديمو بتدخله بيزودك حتة ثقة بالنفس كده. تمام. تاني حاجة السكيلز، المهارات التدريسية بتاعتك، مهارات المهنة. ودي هتبان في خلال الدرس، مش هتبان بقد ايه العلم اللي عندك. في ناس علماء وما بيعرفوش يوصلوا معلومة. في ناس علماء ومدرسين انا شفتهم بقالهم 30 و40 سنة وما بيعرفش يوصل معلومة. تمام. الكي في الاخر موجودة في الاخر لانها النولج، لان النولج لو مش موجودة انت بتذاكرها عادي. هما دول ال3 حاجات اللي انا بدور عليهم: الاتيتيود والسكيل والنولج. الاتيتيود اهم حاجه، لان البرسوناليتي بتاعتك ازاي انا هتعامل معاك في خلال سنه دراسيه. ماشي. 9 شهور تقريبا، صح؟ 9 شهور صح يا ساره؟ بتبقى تقريبا 9 شهور السنه الدراسيه. احنا الاثنين هنبقى قاعدين مع بعض اكتر ما بنقعد في بيتنا. فبالتالي الاتيتيود بتاعك ازاي تتقبل النقد، وازاي تكون داخل بابتسامة وهادي، وايا كان اللي بيعمله الطلبة او المعلمين اللي موجودين قدامك تكون هادي وتتقبل الموضوع دوت بسعة صدر، ما تاخدهوش على انه حاجة شخصية. تمام. السكيلز بتاعتك، المهارات، ودي بتبان مهم جدا، هتبان في خلال الليسن بلان او هتبان في كيفية تحضيرك للدرس. تمام. والنولج دي اخر حاجة لانها بتتذاكر. كلنا ما دخلناش جهابسة بالمناهج وجهابسة بالمعلومات الدراسية، اتعلمناها بعد كده. تمام. نرجع تاني للبرزنتيشن بتاعنا علشان نكمل اول جزء. يعني ايه كلمة سمارت اوبجكتيف؟ اكتبوا لنا كده في الشات تعرفوا ايه عن الاوبجكتيفز. كلمة اوبجكتيف باللغة العربية يعني اهداف. سمارت هي مش كلمة، هي حاجة اسمها اكرونيم، يعني كل حرف بيمثل فيها كلمة. تمام. فسمارت هو اختصار ل5 كلمات او 5 شروط. ها، مين يعرف مين ايه هي الشروط دي؟ اللي هو بيكون هدف في وقت محدد وقابل للقياس وقابل الحاجات دي. ايوه برافو عليكي، هي دي. هو معرفي وسلوكي مم. وجداني، دي تقسيمة اهداف على حسب انا عايزة ايه منه. في الغالب انت ما بتحطيش 3 اهداف في الديمو بتاعك. احنا بنحط هدف المفروض انه يتضمن ده كله. تمام. مين بقى الجميلة مس هاجر والجميلة مس آية؟ برافو. سمارت بتعبر عن 5 كلمات. أول واحدة specific،
يعني ايه كلمة specific؟ يعني انا داخلة اقول معلومة محددة ما اطلعش براها. تمام. رقم اتنين measurable. تمام. اقدر اقيسه. يعني مثلا اللي هيكتب لي students will understand، يا جماعة understand ده مش هدف اقدر اقيسه. هتذاكر هتقيس لي understand ازاي؟ انت لازم تقول لي حاجة tangible. حاجة tangible يعني ايه؟ حاجة ملموسة، حاجة أقدر أقيسها على أرض الواقع. تمام. تقدر تتقاس بسؤال وإجابة، تقدر تتقاس في الأكتيفيتي، تقدر تتقاس بأي حاجة. تمام. رقم ثلاثة، ماشي، في كلمة smart attainable. كلمة attainable يعني إيه؟ ماشي. specific measurable achievable or attainable، يعني مناسبة للعمر الدراسي. انا داخله بدي لكي جي 2، فهدي ما يناسب كي جي 2. داخله بدي هاي سكول، فهدي ما يناسب هاي سكول. المعلومات وترتيبها متناسبه للعمر العقلي ده. تمام. وده بعرفه منين؟ زي ما قالت ساره، هرجع تاني بالاتريشن، بالتكرار. اغلط واكرر واغلط واكرر and so on. تمام. الار relevant. relevant يعني ايه؟ relevant لحياته. بحب قوي المدرس اللي داخل يدي امثله من الواقع بتاع حياه الميدل ايسترن، اللي هم سكان الشرق الاوسط. ما يقوليش الاكزامبل اللي مذكور في الكتاب اللي جاي من بره اصلا. تمام. لا، هو من دماغه هيجيب اكزامبل، او من الكتاب لو كان كتاب وزاري مثلا هيجيب اكزامبل ليه علاقه بحياه الطالب بتاعنا، طالب الشرق الاوسط، الطالب العربي، الطالب ثنائي اللغه البايلينجوال. تمام. الطالب اللي اللغه بتاعته مش اشطر حاجه، فيقدر يعمل scaffolding او يقدر يعمل سقالات او يقدر يعمل انظمه مساعده للطالب بتاعي اللي داخل يشرح له. تمام. فاول حاجه لازم تكون اللي انا بشرحه له علاقه بحياته. ده مدرس شاطر جدا، مدرس ما حصلش. تمام. حاضر. هنرسل الماتيريالز ان شاء الله بعد الليكتشر. يبقى تاني هنقول الخمس شروط. لازم اكون محدده، الهدف بتاعي يكون محدد، بيسال على جزء مناسب لل 30 دقيقه بتاعي، مش طرش هدف كبير وضخم. رقم اتنين، لازم اقدر اقيس الهدف ده، وهنتكلم على الافعال اللي ممكن قياسها. قياسها يعني ايه؟ اقدر اسال عليه، اقدر احولها لسؤال يا جماعه. هي دي الكاتش. الفعل بتاعي ده اقدر احوله لسؤال ولا لا؟ ما انا ما اقدرش اساله هل تفهم كذا كذا كذا. ما هو understand يعني يفهم. هساله انت فاهم ولا لا؟ هيقول لي اه. مم. هو مش فاهم حاجه. ما ينفعش. لازم حاجه يقدر يجاوب عليها، يقول لي اه انا فهمت كذا وكذا وكذا، او انا استفدت كذا وكذا وكذا، او يعمل موديل يوضح، او يرسم يوضح. تمام. او يكون ثلاث excuse جمل يوضح. جي. يس يا مس يسرا، في سؤال؟ لا، تمام. طيب، يبقى احنا كده فهمنا بقول لحضرتك using CCQs. ايه هي السي سي كيوز. قولي لي كده. السي سي كيو stands for what؟ اللي هي الأسئلة اللي بنسألها عشان نقيس بيها مدى الفهم بتاعهم، بدل ما نقول checking لهم for do you understanding. understand got it. لا، أنا ايوه بفهم ده checking ده understanding. برافو. التشيكينج فور اندرستاندينج ده جزء رئيسي في كل اجزاء الليسن بلان بتاعتي. هنتكلم دلوقتي عليه لما نيجي نتكلم على ادوات الاسسمنت اللي انا اقدر اقيس بيها نجاحي من عدمه مع الطلبه اللي قدامي، وذر بقى في ديمو ليسن او في درس عادي. فده اللي احنا بنعمله. نبتدي الاول بايه؟ بسمارت اوبجكتيف. بعد كده بعد كل جزء بقوله، او بعد كل جزء من الهدف بتاعي لازم هعمل سي سي كيوز الراي مس يسرا، او تشيكينج فور اندرستاندينج بتاعي. الاسئله اللي مش هتبقى فاهم ولا لا ما بنعملش. ما بنعملش دي. بنسميها targeted questions. question عشان تسال، هادفه ان هي تسال على حاجه معينه، تقيس حاجه معينه. وهنقول لكم دلوقتي بتعملوها ازاي. دلوقتي اختار الهدف بتاعي ازاي؟ انا عندي منهج كامل.
او وهما بيتصلوا بيا حددوا وقت الديمو، حددوا لي توبيك. انا مش مطلوب مني اشرح التوبيك بالكامل، تمام؟ مش مطلوب مني ابدا اشرح التوبيك بالكامل، مطلوب مني اوري قدراتي التدريسيه في خلال ال 30 دقيقه. طيب، هعرف ازاي اختار من الاهداف بتاعتي او مجموعه اهداف الدرس اللي قدامي دي، اختار الهدف اللي انا اقدر اديه في ديمو علشان يظهر قدراتي التدريسيه؟ هسأل نفسي مجموعه الاسئله اللي قدامكم دي، نعملها كده كتشيك ليست. رقم واحد، هل اللي انا هشرحه النهارده الستودنتس دلوقتي يقدروا يوروه؟ فبالتالي انا بتكلم على جزء صغير من الدرس بتاعي، مش جزء كبير. في بعض المدرسين للاسف واخدين الموضوع ان هو ازاي افرض عضلاتي، اللي هم مدرسين بيبقوا اكتر خبره شويه، بقى لهم 7 8 سنين في الفيلد، فازاي افرض عضلاتي بقى اشرح جزء كبير في حبه صغيرين. للاسف بيقع في مشكله ان اللي قدامه كمدرسين فاهمين، بس لو الاتش او دي دخلته لكلاس او فصل حقيقي بيقع مع الولاد، ما بيفهموش هو قادر يقول ايه، لان عاده مش دي الكميه اللي بياخدوها في ال 45 دقيقه بتاعتهم. فرقم واحد، هل اللي انا هشرحه دلوقتي الستودنتس هيبقى واضح عليهم او يقدروا يعملوا له ديمونستريشن يعني يوضحوه، اقدر اقيسه دلوقتي في خلال ال 30 دقيقه بتاعتي؟ رقم اتنين، هل في مين اكشن فيرب واحد في الهدف بتاعي ولا لا؟ الهدف بتاعي لازم يكون في اكشن فيرب واضح واحد علشان اقدر اقيس الواحد ده بسهولة. يعني ايه؟ ما اقدرش اقول students will model and understand and relate and مش عارفة ايه in 30 minutes. كل هدف من دول ليه امتحان، ليه assessment عشان اقيسه نجحت فيه ولا لا. تمام؟ لو انا كل الفيربس دي استها في خلال ال 30 دقيقة مش هعرف، كده الوقت ضاع مني. يبقى لازم هدف واحد. فور اكزامبل، هنعمل سمبل موديل، ستودنتس والموديل مثلا الدبل هيليكس دي ان اي. فانا في خلال ال 30 دقيقة هتكلم على ان الدي ان اي بيتكون من دبل هيليكس، ويلا اعملوا الموديل ده بسمبل تولز بس، والتولز تبقى بسيطة يقدروا الستودنتس يشتغلوا بيها في خلال ال 30 دقيقة. تمام؟ طيب، can I check it under 3 minutes؟ هل أقدر أعمل له امتحان صغير يتكون من جملتين سؤالين بس، أو جملتين بس في خلال 3 دقايق؟ لأن هي دي الإكزit تيكت بتاعتي، هي دي طريقة إثباتي لنجاح ال 30 دقيقة. ماشي؟ Does every activity relate to it؟ هل اي اكتيفيتي هعمله اقدر اعمل له علاقه بالهدف بتاعي بسهوله ولا لا؟ هما دول الاربع اسئله. اقدر احضر له اكتيفيتي بسهوله، اقدر امتحنه في 3 دقائق، يقدر يظهر على الستودنتس بسهوله ان هم فهموا ولا ما فهموش، في اكشن فيرب واحد اقدر اقيسه. تمام؟ طيب، انا اخترت الهدف بتاعي، دي مجموعة أهداف مناسبة لكل مادة. فمثلا في الساينس classify 3 materials as conductors or insulator and justify one choice. تمام؟ في خلال ال 30 دقيقة بتاعتي هعمل ده. ايه اللي انا هقيسه؟ الكلاسيفيكيشن، فيرب واحد. تمام؟ في الماث solve 3 one step equation with at least 80% accuracy. ف80% من الستودنتس اللي قاعدين قدامي، ماشي، هيعملوا مثلا مسألتين من ال3 مسائل، او مسألتين وخطوة من ال3 مسائل. تمام؟ ادي حاجة. identify two persuasive techniques in a short advertisement and explain their effects. برضه في خلال ال 30 دقيقة، ما ننساش التايم باوند، في خلال ال 30 دقيقة هيتعرف على الكلام ده في الانجليش. العربي هيفرق ما بين النومينال and verbal sentences in 5 examples. انا ما اعرفش ترجمة الكلام ده بالعربي يا سارة. يعني ايه nominal and verbal sentence؟ احنا معانا الجملة مدرس لغة، مدرسين لغة عربية ممكن يقول يسأله. صح، الجملة الاسمية والفعلية، ويديني 5 أهداف، 5
اسمها ايه؟ أمثلة. examples، امثله. تمام. ادي الاهداف قدامي، ناخد ثانيه كده نبص عليها. قولوا لي ايه رايكم، هل حققت الاربع حاجات؟ اقدر احط عليها اكتيفيتي، والاكتيفيتي يبقى موضح ان هو ريليتد جدا جدا الهدف بتاعي. رقم اتنين، اقدر اعمل لها اكزit تيكت صغيره في 3 دقائق. رقم ثلاثة فيها اكشن فيرب واحد فاقدر اقيسه. رقم اربعة، تقدر ينفع تتقاس ولا لا؟ ها، ايه رايكم؟ قولوا لي كده في البتاع ده، في الشات. نقدر نكتب واحد زيها ولا لا؟ شكرا يا حسنة، فعلا الفرق ما بين الجملة الاسمية والفعلية. الماثيماتيك اوبجكتيفز، يس. هل تقدروا تكتبوا لي كده، حاولوا كده تكتبوا لي اوبجكتيفز شبه دي؟ هديكم 1 minute اوبجكتيفز شبه دي في الشات. حاضر. الاكزit تيكت بقى ليها امثله كتير هنقولها في اخر الخطوات بتاعه الديمو لسه. اخر حاجه هي هقول لكم امثله ليها، وممكن اديكم كمان هبعت لكم مع الماتيريالز اللي هتتبعت في وورد دوكيومنت كده فيها امثله كتير قوي للاكزit تيكت. ماشي، اعتبروها تمبلت يعني. اكزit تيكت اللي هي تذكره الخروج زي ما بيقولوا عليها. ماشي. دي واحده من التولز المهمه جدا للتشيكينج فور اندرستاندينج، لان انا اشوف الطالب اللي قدامي ده فهم الجزء ده ولا لا. ها، في حد هيتطوع ويكتب هدف ولا لا؟ يا جماعه ما ننساش كوبايه القهوه. كوبايه القهوه من احد التولز المهمه جدا جدا للمدرسين، ما بنمشيش من غيرها. الله، مس آية ممتاز، حبيت. حبيت. describe at least 3 common 3D shapes using the words faces, vertex and edges. برافو. حبيت. ده طبعا في خلال ال 30 دقيقة. وفي بعض الأحيان الدم بيبقى ربع ساعة، مش دايما بيبقى 30 دقيقة، بالظبط. ما احنا فاحنا الأجزاء اللي على احنا حسب هنقولها يا جماعة الوقت. نقدر نزودها أو نقللها. في مشكلة عند الناس عمالين يخرجوا ويدخلوا، ممكن النت في حاجة. عندنا ولا عندهم؟ لا لا، مش عندنا، احنا تمام. different kinds of learning styles. حبيت. حبيت. الاكزامبلز واضحة، فكده احنا وصلنا بالبوينت بتاعتنا. كده انتوا، هو الاوبجيكتيف اللي كتبته مش حلو. هو فين اللي انت كتبتيه يا مريومة؟ حلو. understand the difference between short and long vowels. طيب، هو الكونتنت short and long vowels حلو، بس short and long vowels هل انت متأكدة في خلال 30 دقيقة هعملها؟ لان انا عارفة، انا بصي انا مش مدرسة انجلش، فانا عارفة ان ده حاجة طويلة شوية بياخدوها كتير. ده كده اولا. ثانيا، شوية understand خلافك الصواب فيه. understand لا يمكن قياسه. هو من احد الاهداف المشهوره قوي اللي ما ينفعش تتقاس. تمام. فممكن بدل ده ممكن give examples. ممكن نعمل state يقول لي 3 فروقات ما بين الشورت واللونج فاولز، او give examples for 3 different words including short or long vowels. فاهماني؟ فبس understand خلافك الصواب فيه. identify حلو، برافو عليكي.
ماشي. نقوي الفيرب. طب اقوي الفيرب ازاي؟ اعملوا وانتوا قاعدين معايا كده هوت بص على بلومز تاكسونومي. انا هكتبها لكم اهو في الشات، اسمه بلومز، لان احنا على بال ما نتكلم على بلومز تاكسونومي هياخد شويه وقت عشان ما نعطلكمش. بلومز تاكسونومي بالعربي بقى اسمه ايه؟ اهداف بلوم تقريبا ورا بيسموها كده. بلوم. هو ايه؟ بلوم برضه. هو هو بلوم بلوم برضه برضه، زي يعني ما هو اكتبوا بلوم وهو هيطلع لكم. تمام. بلومز تاكسونومي بيقسم لي 3 و3. الكوجنيتيف ابيليتيز او المهارات الادراكيه ل3 ضعاف و3 اقوياء. فدايما وانا في ديمو حاولوا بقدر الامكان نختار من ال3 الهاير اوردر ثينكينج، اللي هو كرييت، موديل، جيف اكزامبل، ايفالويت. حاجات فعل قوي، بس طريقه، اسمها ايه يا ساره، طريقه الاسسمنت بتاعه وطريقه تقييمه سهله فيه. قصيره. تمام. فهتلاقوا الكوجنيتيف ابيليتيز او المهارات الادراكيه عند الطلبه متقسمه ل3 مهارات ضعيفه، او 3 سلالم ضعيفه، 3 مستويات ضعيفه، 3 مستويات قويه. نحاول ننزل ورقه الافعال او ورقه الفيربس بتاعت بلومز تاكسونومي، ونختار، نحاول نختار من، او الهدف بتاعي يكون بيتضمن فعل من ال3 مستويات القويه. تمام كده. كده خلاص. برافو يا مستر محمد. كده خلاص احنا اتعلمنا ازاي نكتب اكتيفيتي. تعالوا بقى نرجع تاني ل منتي ميتر. انتوا لسه فاتحين المنتي ميتر صح؟ وعايزين نختار من المنتي ميتر. تمام. نختار من الاهداف اللي قدامكم دي انهي هدف قوي وانهي هدف ضعيف. نعمل فوتنج كده، مين الاهداف اللي هتظهر قدامكم قوي ومين الهدف اللي هيظهر قدامكم الضعيف. انا تاني هعمل لكم تاني مره كمان اليو ار ال بتاع المنتي ميتر موجود عندكم علشان اللي قفله. تمام. عندي 3 اهداف واضحه اهي قدامي. خليني اكبر لكم السكرين هنا عندنا شويه. ماشي. Students will understand photosynthesis. Students will learn about the main parts of a plant. By the end of the 30-minute lesson, students will label 5 main parts of flower plants on a diagram with at least 80% accuracy. يلا قولوا لي انهي هدف الاقوى. انا هرجع للبرزنتيشن تاني عشان ما تغشوش من بعض. ها، خلصنا؟ اللي بتفتح ولا لا معاكم؟ السلايد ما اتغيرتش. طب ثواني، المفروض انا غيرتها عندي فاوتوماتيكلي اتغيرت عندكم. اهو كده اتغيرت المفروض صح؟ كده موجودة السلايد بتاع التيتشر اكتيفيتي. اتغيرت اهي يا اه جماعه انت اهي. قصدك بتاعت المنتي ميتر، اه اوكي تمام ماشي. ايوه. لا ما انا ما عايزاهم بقى ما يغشوش من بعض بقى، كل واحد يحل لوحده. ده individual activity يا مس ساره بعد اذنك. شات جي بي تي. لا لا شات جي بي تي ايه؟ ماشي. don't give them ideas. وفي حاجه كمان، بس انا عايزه اقول لكم حاجه بمناسبه شات جي بي تي. انا بعشق الاي اي. بحب الاي اي جدا. تمام. بس في حاجه، احنا نديله الافكار بالكامل، الفكره كامله، واقول له الاجزاء بتاعتها. هو مثلا يعمل برزنتيشن، يعمل لي اكتيفيتي، يديني افكار، يقول لي ده قوي ولا لا وازاي احسنه. بس ما خلوش يعمل الحاجه من سكراتش. ليه بقى؟ ده بيضعف شويه الكرياتيفيتي بتاعتي انا كمدرس. اوكي. بس انا بحب الاي اي جدا وبيوفر عليا تونز اوف تايم. مش ساره هتزعل مني في الكلمه دي.
لا لا، ما انا معاكي قوي طبعا، اكيد معاكي. لا طبعا هو الاي اي جميل وتحفه، اكيد احنا لازم نديله معلومات عشان يدينا احسن نتيجه. ما هو دايما انا بقول لهم كده، انه ما ينفعش اروح واقول له اعمل لي كذا كده وخلاص. انا كل ما اديله معلومات اكتر كل ما يديني نتيجه احسن. في البرومبت. شيماء بتقول مش فاهمه. طب انتي اني بارت اللي مش فاهماه يا شيماء؟ الاكتيفيتي اللي هو الاسئله اللي احنا هنختار منها الاوبجكتيف، السمارت اوبجكتيف. هو احنا عندنا اهو 3 اسئله، قولي لي اقوى واحد قدامك للاوبجكتيف القوي. الهدف. الاوبجكتيف القوي لازم يتبع ال5 شروط بتاعت سمارت: specific, measurable, attainable, relevant وتايم باوند. تمام. باللغة العربية محدد، قابل للقياس، ليه علاقة بحياة الطالب، مناسب لعمره العقلي، ومحدد بوقت. يس، مش ديمو، اوبجكتيف. احنا لسه في الاوبجكتيف، لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس هو مش بطول كمان الاوبجكتيف، يعني انا ممكن اكتب مش اوبجكتيف بطول. طويل ويبقى ما فيهوش الحاجات دي. بالظبط. بالظبط. ممكن اكتب اوبجكتيف طويل فيه كذا فيرب، فيوقعني ان انا مش هعرف اقيسهم في الاخر. صح، اهم حاجه اني اعرف اقيس الحاجات اللي انا هكتبها. بالظبط. طيب، طيب. نختار واحد من الاوبجكتيفز اللي انتوا اتفقتوا، وانتوا كلكم تقريبا متفقين، او يعني ال7 اللي دخلوا. السلايد بتاعت الاوبجكتيف موجوده، بتاعت اوكي، حاضر. اهي، هي دي. الحبه اللي دخلوا اتفقوا ان الهدف الثالث هو اقوى واحد. تمام. طيب الهدفين التانيين، اللي هو مثلا هناخد students will learn about the main parts of a plant. ها، ازاي احول الهدف ده لهدف اقوى؟ اكتبوا لي كده في الشات، ازاي احول الهدف ده لهدف اقوى. الطالب سيتعلم عن اجزاء النبات. ماشي. احول ازاي لهدف اقوى؟ اكتبوا الاجابات كده في الشات. هو students will be able to، صح. تمام. خلينا نحدد برضو، نحدد انا هسأل على ايه بالظبط. ماشي. أن يقوم بعمل رسم توضيحي، حلوة دي بقى، رسم توضيحي لأجزاء النبات في خلال 30 دقيقة. أو مثلا يعمل ليبلينج فين؟ برضو learn about يا جماعة، learn about understand remember. الكلام ده cannot be measured، ضعيف. احنا اتفقنا ايه؟ نعمل سيرش على بلوم تاكسونومي مثلا. ممكن نعمل موديلنج للنبات، نعمل نموذج، بناء نموذج للنبات. او مثلا يعمل وريله هنقول ايه؟ صور لأجزاء مختلفة والطالب يحدد ده ايه. بالظبط. يعني يعمل ده، اسمه كلاسيفاي، اسمه كلاسيفاي. تمام. اور ايدنتيفاي. ايدنتيفاي يعني ايه؟ هوري له حاجه مجهوله ويعرفها لي، بس ايدنتيفاي على على مستويات بلوم، لور اوردر ثينكينج، او مهارات تفكير دنيا. لان ايدنتيفاي محتاجه بس ان هو يفتكر.
تمام. فعايزين فعل قوي يا ما, جماعة. ما, ما انا دايما عايزاه ما انا عايزاه يفتكر الجزء ده مثلا اسمه ساق، الجزء ده اسمه كذا. يبقى كلاسيفاي، يبقى كلاسيفاي، كرييت، اللي بيحضروا ايفالويت. السواق فهماني؟ ولا كانوا في حطي يعني مهارة كل شيء عندي التذكر من ضمن عشان من ايش؟ ضمن غيرها can we المدير. mute؟ نحط مهارة التذكر من ضمن الحاجات اللي هو هيعملها في الهدف الكبير. يعني الموديلنج، ما هو علشان يعمل موديل، يعمل موديل او يعمل نموذج بسيط، ماشي. انا مثلا اديله اجزاء النبات ملخبطه بالاسامي بتاعتها ملخبطه، وهو يبتدي يبنيها من اول وجديد. تمام. ده هيتطلب انه يفتكر ده اسمه ايه وده اسمه ايه وده اسمه ايه. تمام. بس شغله بايديه، حركه ايديه هتخليه يفتكر اكتر، فيها قوه اكتر في العمليه التعليميه. تمام. ولما انا اختار فيرب قوي او فعل قوي من مستويات بلوم، هيخليني اقدر ابني عليه الاكتيفيتي بسهوله. يعني اوتوماتيك اول ما قلت موديل جه في دماغي ايه؟ كذا اكتيفيتي. ان انا ارسم له على ستيكي نوتس وهو يرتبهم ويكتب اساميهم. انه انا اعمل له مثلا، اجيب له بلاي دو او اللي هو الصلصال واخليه يشكله على شكل نبات. 500 اكتيفيتي اقدر اعملهم في كلمه موديلنج. او كلمه كرييت حاجه، انه يخلق حاجه او يعمل حاجه، سوري مش يخلق، يعمل حاجه. تمام. ممكن نخليه يشرح هو بطريقته واسلوبه اللي فهمه، ولا ممكن صعب عليهم؟ ممكن ممكن. دي اسمها ايه؟ دي اسمها ايه؟ ممكن اديله مثلا بالنسبه للكبار بسميها كيس ستادي. كيس ستادي على حسب بقى السن اللي انت عايزاه. ممكن تخليها تديها او تصغريها او تبسطيها للسن الاصغر عادي جدا. اديله مثلا سؤال حلو كده ويجاوب عليه، فيبقى اسمه evaluate. تمام. ممكن اعمله، اخليه اعمل له اخليه يعمل حاجه او يكتب كذا جمله عن النبات مثلا، واخليهم يصححوا لبعض. تمام. ده برضو اسمه evaluate. تمام. لعب الادوار دي حاجه مهمه جدا. تمام. I do we do you do ده اسمها gradual release of responsibility. ودي ميثودولوجي، دي طريقة كبيرة من طرق تدريس، من طرق التدريس، طريقة كبيرة. اللي هو الجراديوال ريليس اوف ريسبونسبيلتي، زي الفايف ايز، زي البروجكت بيز ليرنينج، بروبلم بيز ليرنينج، وامثلتهم كتير قوي 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 قوي. تمام. هنتكلم عليهم بصفة عامة دلوقتي. كده احنا اتعلمنا في الجزء اللي فات اللي هو بارت 1 ازاي نعمل هدف ذكي، وان الاهداف الذكيه لازم يكون فيها فعل قوي جاي من مستويات بلوم، وازاي اختاره بحيث يتناسب مع ال الديمو بتاعي ال 30 دقيقه. تمام. احنا المفروض نكمل الاكتيفيتي بتاعنا، بس معلش علشان احنا كده هناخد كتير قوي. تمام. وينفع اقول calculate وsolve وديمونستريت وابلاي طبعا الكلام ده؟ طبعا طبعا. calculate وسولف وديمونستريت analyze وابلاي دول analyze ابلكيشن اللي هم ثالث مستوى من مستويات التفكير الدنيا، وهو مستوى حلو برضه، مش قليل على فكرة. يعني هو تبع مستويات، تبع اللي هو الاوردر ثينكينج، تبع مستويات التفكير الدنيا بس. analyze برضو يعني انالايز أفكار انالايز أحيانا بقى أحيانا مستويات التفكير العليا. طيب بتوع الماث بقى او بتوع الساينس او بتوع المواد العلمية، يقولوا لي ايه الفرق ما بين ابلاي وانالايز؟ الفرق ما بين التطبيق والتحليل، او العربي او الانجليش، والله انجلش. كلهم. انا انجلش بس انا ابلاي انا بطبق هنا مثلا as a rule grammar. لو انا على حسب بقى my understanding فانا هنا بعمل applying او use this rule grammar in a correct way. but analyze انا بعمل هنا اللي هو زي ايه، زي divided كده او بقسمها اعمل لها division، بعمل لها تحليل بقى functional او structural. بشوف مثلا برافو. every word شكرا. هو مثلا ده. a noun or a verb or adverb هكذا يعني. شكرا يا مس يسرا. الاول ابلاي هو دايركت ابلكيشن، تطبيق مباشر، عندي قاعده بطبقها، خلصنا.
يطبق لي مثلا ان البناء الضوئي بيحتاج كربون دايوكسيد، فالبناء الضوئي بيحتاج كربون دايوكسيد، يبقى من يطبقوا فين في الايكويشن، يدي الايكويشن ان من الرياكتنس بتاعتي كربون دايوكسيد. analyze reactants of photosynthesis، يبقى هيقول لي بقى، يحلل لي ده الكربون دايوكسيد بيستخدمه النبات او مهم لكذا، والواتر بيستخدمها لكذا، وهكذا. انه يحل مسألة في الرياضيات او في الماث، يحل مسألة فعنده الرول، ويحل مسألة مباشرة. انما انالايز لا، ده انا بجيب له مسألة مركبة تحتاج لمجموعة مجموعة خطوات، كل خطوة مترتبة عن التانية، وفي الآخر لازم يرجع يحلل الخطوات بتاعته، شوف خطواته الكرونولوجيكال اوردر أو الترتيب المنطقي بتاعها صح ولا غلط. تمام. فالتحليل مستويات تفكير عليا، انما التطبيق من مستويات تفكير الدنيا، بس ده مش معناه انه وحش. تطبيق من المستويات design المهمة و جدا اللي develop بستخدمها، تقريبا التطبيق design المباشر. و develop و critic. ايوه، ثانك يو. دي المستويات التفكير العليا اللي احنا دايما بنعمل لها تارجتنج في خلال الديمو. ده بقى فرد العضلات بتاعتنا احنا كمدرسين. تمام. بقول له لو مثلا انا critic حسيت، this end of the story, or can you develop a new ending of this story. حلو جدا، ممتاز. دي اكزامبلز مهمه قوي يا جماعه، اكتبوا معانا يا جماعه، يعني اكتبوا. انا عارفه ان احنا هنديها لكم المحاضره مسجله، بس الورقه والقلم بتبقى مفيده. آه، دي الافعال القويه. طيب نتنقل بقى الترتيب المنطقي للدرس بتاعي لما بدخل. خلينا لا، نتكلم على هنبدأ. ثلاث. أنا حد بعت عشان صلاة المغرب. طيب ممكن نديهم 5 دقايق. نوقف ونرجع تاني. وانا قطعت ولا ايه؟ سارة سامعاني؟ هو الصوت واضح. هو يعني انا اللي قطعت ولا سارة؟ سارة. طيب خليكم معانا لحظة واحدة. عدت عندي صلاة المغرب. احنا يا جماعة عندنا في الامارات العشاء اذنت. كلمناكم الساعة 8، كانت العشاء قربت تأذن. تمام. فلحظة واحدة بس. احنا رجعنا لكم اهو، معلش في شوية جلitch في الانترنت. هناخد 7 دقايق يا سارة للصلاة. ماشي، اوكي، 7 دقايق عشان عندنا لسه شغل كتير ومش عايزين نطول عليكم بعد الساعتين. انا عارفة انها ممكن تبقى سيشن طويلة شوية، بس علشان نبقى خدنا كل حاجة من الأول للآخر، إنه التحضير والأوبجكتيف وبعدين الأكتيفيتيز اللي هتتعمل والديفرنشيشن والحاجات المهمة دي. وهنقول كل ده. حاضر يا هبة، كل ده إن شاء الله هنقولها. وان شاء الله هنكمل ده بعد كده في سيشنز تانية. احنا معانا ان شاء الله ورك شوبس اكتر، يعني ان شاء الله كل اسبوع هيكون في ورك شوب عشان نكمل كل الحاجات دي، differentiation وجيمز واي اي وحاجات كتير ان شاء الله. فهناخد 7 دقايق نصلي ونرجع ان شاء الله على طول. نبتدي كده، نبتدي. تمام. نخش على الأجزاء بتاعت الدرس. الأسامي اللي أنا هقولها دي أسامي تنفع لأي حاجة. معلش، هو البرزنتيشن الظاهر لما عملت له بريزنتنج عمل شوية، بس هنتكلم اهو. رقم 1، الأول بدخل بحاجة اسمها ايس بريكر.
جماعه الايس بريكر او كسر الجليد ممكن كتير جدا ما يبقاش اصلا ليه علاقه بمحتوى الدرس بتاعي. لازم انا داخله على طلاب جداد او داخله على مدرسين جداد اعمل ايس بريكر بسيط. مثلا في حاجه بحب العبها قوي مع الولاد في اول السنه، ايس بريكر ممتاز اسمه تو تروث اند لاي. تمام، كل واحد يقول لي عن نفسه جملتين سوري 3 جمل، 3 جمل خبريه، 3 ستيتمنتس يعني، 2 منهم حقيقتين وواحده كذب، ونبتدي بقى الباقيين يحذروا يفسروا انهي الكذب. فده كده نشاط كسر جليد ما بيني وما بين اللي قدامي. ده بيديني كذا حاجه، ليه كذا فايده. رقم واحد بيديني ثقه بالنفس، تمام، بوست كده سيلف كونفيدنس. رقم 2 بيوري اللي قدامي قد ايه انا معتمد على التفاعل ما بيني وما بين الناس اللي حاضرين الديمو. رقم 3 بيدي بدايه ظريفه كده هوت للديمو بتاعي او لللسن بتاعي. البدايه دي مش هضمنها من غير الايس بريكر. تمام. رقم 2، معلش معلش سوري فور ذا انتربشن. تمام. الايس بريكر يا ريت ما نخلطش ما بينه وما بين الورمينج اب، او اللي هو ايه اول جزء في الدرس بتاعي اللي هو ها احنا هنتكلم على ايه واهدافنا ايه ونشاط للانجيجمنت، نشاط عشان ازود كمية الانتباه ليا. تمام. فالورمينج اب بيبقى ليه علاقة بالدرس بتاعي او مدخل الدرس بتاعي. تمام. ممكن اعرض لهم صورة اقول لهم ها يلا قولوا لي الصورة دي بتعبر عن ايه، قولوا لي what you see think and wonder، إيه اللي انت شايفه وايه اللي انت بتفكر فيه وايه اللي انت بتسأل عنه، او الصورة دي بتخليك تتساءل عن ايه. تمام. ممكن اديهم سؤال كبير او focus question، السؤال الكبير اللي ليه نهاية مفتوحة زي مثلا what do you think plants how do you think plants make their food، مثلا ازاي النباتات بتعمل الاكل بتاعها. ماشي. فده example لنشاط البداية او للورمينج اب. يبقى اول حاجة ايس بريكر، تاني حاجة الورمينج اب. الاتنين على بعض ما ياخدوش 10 دقايق من الديمو بتاعي. تمام. فكل واحد فيهم هياخد 4 دقايق 5 دقايق بالكتير قوي. اقول حاجه يا دكتور بعد اذنك. اتفضلي. هو دلوقتي احنا كنت اخدت كورس الميني تيفل تقريبا المصغر، فقال اهم حاجه واللي احنا دايما بنتغافل عنها الليدن it must be personalized. ممكن اعتبر الايس بريكر از ليدن، والورم اب فعلا زي ما حضرتك قلتي كده احنا بنعمل activity for to make student engagement. اوكي. كلمة personalization هي لازم يكون related to the real or the facts. حلو جدا. انا مش هختلف معاكي ابدا. الليد ان يكون هو الايس بريكر علشان خاطر مور بيرسونلايزد للستودنتس اللي قدامي ولطبيعه الناس اللي قدامي، والورمينج اب. بس كلمه بيرسونلايزد يعني ديفرنشيشن، الديفرنشيشن موجود في كل اجزاء الدرس بتاعي. تمام. وهنعمله بحاجات بسيطه كده واحنا ماشيين. حلو. يعني مثلا الديفرنشيشن على حسب الجريد بتاعي وعلى حسب مستوى الولاد ممكن استخدمه ان هم بدل ما يكتبوا يرسموا، بدل ما مثلا بدل ما يكتبوا جملة كاملة اديهم ستيمز او سنتنس برومبت اللي هي بدايات الجمل وهم يكملوا. احط لهم اختيار من متعدد كبداية كالورمينج اب اكتيفيتي. سؤال مثلا احط لهم سنتنس برومبت كده صغيره او بدايه اسئله. كل ده ديفرنشيشن على حسب الاكاديميك ليفل اللي عندي، او سكافولدنج علشان اوري ان انا بعمل ديفرنشيشن. ما هو السكافولدنج دوت نوع من انواع الديفرنشيشن او نوع من انواع التمايز او التعليم المتميز او التعليم عن طريق الفروق الفرديه. كلمه سكافولدنج يا جماعه انا مش عارفه معناها بالعربي بالظبط، بس هو استخدام نظام سقالات، استخدام نظام مساعد للطلبة ذوي المستويات الدنيا. تمام. بدل ما انا مخليهم يكتبوا عموما عن او يكتبوا تلخيص درس كامل، اديهم صور لاجزاء الدرس وكل صورة يكتبوا عنها كلمتين او تحتها كلمتين من اللي استفادوها. كل دي طرق للسكافولدنج او طرق
استخدام نظام السقالات او النظام بتاع العوامل المساعده اللي تخليني اساعد الطلبه دول مستويات الدنيا. ده جزء من اجزاء الديفرنشيشن. فيسرى بتسال الليد ان او النشاط اللي بيدخل على الدرس بتاعي او اللي بياخدني للدرس، هل ده اعتبره هو الايس بريكر او الورمينج اب؟ الاثنين ممكن اعتبرهم ليد ان، بس في حالتك هو الايس بريكر هيبقى مور بيرسوناليزد ذان الباقي. تمام. آه تاني هقول حاضر حاجة يا أميرة، حاضر. بس عشان في مصطلحات كتيرة منتشرة دلوقتي أنا بشوفها على السوشيال ميديا، اللي هي كلمة ليد إن وورم أب وآيس بريكر. هو يعني أنا في رأيي يعني، وأنا شايفة كده عادي كل واحد براحته إن كلهم نفس الحاجة، كلهم نفس الحاجة، بس هي بتختلف أنا بستخدمها إزاي. يعني ورم أب يعني إيه؟ ورم أب يعني تهيئة. هل انا مكتوب في التهيئه دي انها ليها علاقه بالدرس او ملهاش علاقه بالدرس؟ لا، يعني انا اقدر اعملها ورم اب الاول عشان اعرفهم عليا، وبعدين ورم اب تاني للدرس. او ليد ان، يعني ايه ليد ان؟ يعني مدخل للدرس او مدخل للحصه اللي ينفع يبقى ليه علاقه بالدرس او ملوش علاقه بالدرس. ونفس الكلام كلمه ايس بريكر. يعني حتى لو دخلتوا على تشات جي بي تي او جوجل وعملتوا سيرش على الثلاث كلمات دول، هتلاقوا الثلاث كلمات معانيهم متقاربه جدا. هل انا بقى لما حد يقول لي ليد ان لازم تبقى الليد ان دي ملهاش علاقه بالدرس والتانية دي اللي ليها علاقه بالدرس؟ لا، انا لو فاهمه وبعمل ده وبعمل ده وقلت انا عملت ده عشان كذا وعملت ده عشان كذا، خلاص. يعني المسميات بتبقى يعني عاديه، كل مكان هتلاقي ليه مسمياته، وهتلاقي السوبرفايزر بقى عايزك تستخدمي المسميات دي، بعد كده بيستخدميها اوكي تمام مش مشكله، بس هما في الاخر اكون عارفه بس بعمل ايه لكل حاجه بس. يعني الاول 4 دقائق او اول 5 دقائق اللي ممكن توصل في الحصه العاديه ل10 دقائق ممكن يبقى جواها ايس بريكر، وارمينج اب، ممكن يبقى جواها ليد ان، اي حاجه. المهم انجيجمنت، كل دي حاجات بسميها اي دو بتاعت المدرس اللي هو الجراديوال ريليس اوف ريسبونسبيلتي، اللي هو بيحط الاوبجكتيفز ويعمل كل حاجه. ادوار بنتعرف بعد كده عليها لما بندخل المدرسه، ونعرف سيستم المدرسه ماشي ازاي. بس عموما اول 4 دقائق لازم اتعرف على الناس اللي قاعدين قدامي وادي بس ايس بريكر صغنطط، في الغالب ما بيبقاش ليه علاقه بالدرس. وبعد كده مدخل صغير للدرس بتاعي، ممكن عن طريق استراتيجيات بسيطه زي ان انا اوريهم صوره واقول لهم سي ثينك اند وندر 3 كلمات. سي يعني شوف، ثينك يعني فكر، وندر يعني اسال. احط لهم بقى ورقه صغنطوطه كده او ستيكي نوت صغنطوطه قديها، اقول لهم اكتبوا لي ال3 كلمات: سي ثينك وندر، وات يو سي وات يو ثينك وات يو وندر. انت شايف ايه؟ انت بتفكر في ايه؟ انت بتتساءل عن ايه؟ ممكن اعمل لهم كي دبليو ال اللي هو وات يو نو، وات يو ونت تو نو، وات يو ليرن. كل دي استراتيجيات ليه مدخل. ممكن ادخل مدخل عادي جدا. تفتكروا احنا هنتكلم ايه عن ايه النهارده؟ او اوريهم صوره، تفتكروا الصوره دي فيها ايه؟ ببساطه شديده مفيش ابسط من كده، طالما انا عامل البلاننج صح. بعد كده خلاص خدت اول 5 دقائق، بعد كده 5 دقائق ل 18 دقيقة، وده اطول وقت عندي. اطول وقت عندي بحطه في احنا هنتعلم ايه. تمام. بالاسسمنت بتاعه اللي هو ايه؟ رقم واحد، لازم اوضح ايه الاوبجكتيف اللي انا ماشي عليه. تمام. تتحط بقى على البورد، تتحط في البرزنتيشن، لازم تكون قدام الطلبة من بداية ما بدخل لحد ما بخرج، او قدام الراجل اللي قدامي او السوبرفايزر اللي قدامي. تمام. دي رقم واحد. رقم اتنين، بحط اجندة بسيطة زي الاجندة اللي انا وريتها لكم في الاول، اللي هو warming up procedure. مثلا احنا هنعمل اكسبيرمنت او هنعمل هاندز اون اكتيفيتي، بعد كده في الاخر assessment، الاكزit تيكت اللي في الاخر. تمام. بعد كده بدخل على جزء checking for understanding، بعمل تشيك ليست او روبريك بسيط. انت فهمت دي؟ ما فهمتش دي؟ فهمت دي؟ او مجموعه اسئله بسيطه، اختيار من متعدد 3 او 4 اسئله. الجزء اللي انا شرحته ده في ال 14 دقيقه والربع ساعه اللي فاتوا، انت فهمت؟ ما فهمتش؟ فهمت؟ ما فهمتش؟ الحاجات دي ممكن اعملها بتولز كتير قوي اونلاين، ممكن اعملها بكويزيز، ممكن اعملها ببلوكت، ممكن اعملها على اي حاجه جدا. كتير جدا تولز اونلاين، بمنتي ميتر زي ما عملنا من شويه، تشيكينج فور اندرستاندينج للجزء اللي انا شرحته. تمام. في الاخر خالص بيبقى 3 اسئله نهايه للدرس بتاعي، اللي هي الكالمينيتنج اكتيفيتي. احنا استفدنا ايه؟
يا اما بقى ممكن يعملوا فيها الجزء اللي قبل كده اللي هو الابلاي، يعملوا فيها بقى موديل، وفي الاخر يجاوبوا على الموديل او يرسموا الموديل مثلا في ورقه صغنطوطه ستيكي نوت، او يكتبوا 3 اسئله هم لسه بيتساءلوا عليها عن الدرس بتاعي. مهاره تكوين الاسئله دي مهاره مهمه جدا عند الطلبه، ازاي يسالوا. تمام. يبقى الاول warming up، عملت اكتيفيتي صغير عشان اعرفهم عن نفسي، واكتيفيتي تاني مدخل للدرس الصغير. رقم 2 الجزء الكبير بتاع الدرس بتاعي اللي هو بيبقى فيه الاوبجكتيفز وفيه الاجنده بتاعتي، زائد في الجزء الرئيسي او الهدف الرئيسي بتاعي الاكتيفيتي الرئيسي اللي انا هعمله. فالاكتيفيتي مثلا يتضمن في الانجليش مثلا قراءه قصه وتقسيمها ل3 اجزاء، او كتابه الاجزاء الرئيسيه بتاعت القصه دي، عربي او انجليزي. تمام. في الساينس ممكن يعمل اكتيفيتي صغير، هاندز اون اكتيفيتي صغير، كلاسيفيكيشن ترتيب، او يعمل موديل صغير عن الفوتوسينثيسيس. تمام. في الماث ممكن يبتدي يتفرج على فيديو صغير ازاي يحل مسألة، ويحل عليها مسألة بنفس الطرق او بنفس الطريقة. تمام. في اخر 4 دقائق لازم يكون في culminating activity اللي هو خلاص النهايه، اللي هي الاكزit تيكت، تذكره الخروج. تذكره الخروج من التولز المهمه جدا، واللي بيعملها بيبقى شاطر جدا وبيوصل كده. انا وصلت للمرحله اللي خلاص الطالب وصل فيها للماسترنج او التمكن من الهدف بتاعي، فيقدر يكون لي 3 اسئله عن محتوى الدرس، او يقدر يعمل لي 3 بروبلمز من نفس نوع البروبلمز اللي قدامه اللي هو حلها. تمام. دي كده الاجزاء ببساطه شديده. تمام. يبقى الايس بريكر وظيفته ان انا ابلد رابور مع اللي قدامي. البيربس بتاع الورم اب اشوف هم عارفين ايه او فاهمين ايه، وابتدي اكتب ادخل مدخل بسيط للدرس بتاعي. الاكسبلور والاكسبلين، ودول بيبقوا اكبر جزء من المحتوى بتاعي. تمام. وظيفتهم ايه؟ ده محتوى الدرس بتاعي. فالاكتيفيتي الاساسي والشرح اللي انا هشرحه، الوقت اللي بيتكلمه المدرس لازم يكون قصير نسبة للاكتيفيتيز اللي بيعملها الطالب. بس في خلال الديمو المدرس اللي قدامك بيبقى عايز يسمعك وانت بتعمل سمري احنا اتكلمنا عن ايه النهارده. فهتاخد من الولاد اللي قاعدين قدامك، ها احنا اتكلمنا عن ايه؟ اه برافو 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 برافو. انا هعيد صياغته تاني بطريقتي كمدرس، عشان اوري لهم انا بنطق ازاي، اوري لهم طريقتي في الكلام، انا واثق من نفسي ازاي في ترتيب افكاري، انا بنيت الدرس بتاعي ازاي بناء على الليسن بلان اللي قدامي. في الاخر خالص الكالمينيتنج اكتيفيتي هو هيعمل بقى حاجه هانز، حاجه هيعملها علشان ينهي، عشان يوريني ان هو فهم. بحب قوي في الكالمينيتنج اكتيفيتي عندي في الدروس بتاعتي تكون حاجه فيها ريليشن للريل لايف. فبساله مثلا سؤال مركب كده شويه ليه علاقه بحياته، هو مش نفس السيناريو اللي انا شرحته، مش نفس الجزء اللي انا شرحته، جزء حاجه فيها ترانسفير اوف نولج اللي هو ايه، بيحول المعلومه بتاعتي يطبقها على حاجه تاني. فمثلا احكي له قصه صغيره واقول له ها طلع بقى نفس الاجزاء اللي انت قريت عنها بتاعت القصه دي في القصه الجديده، او اقول له اعمل لي قصه صغيره فيها شخصيه وفيها ده وفيها ده وفيها ده، او اقول له ارسم لي شكل الشخصيه بتاعت القصه اللي احنا اتكلمنا عليها، او اقول له اعمل مساله تانية حلها بنفس الخطوات اللي احنا عملناها، create a problem. تمام. او ادي له كيس ستادي، مثلا في بدي مثلا بشرح عن جسم الانسان، ادي له كيس ستادي، سؤال كده، حاله مرضيه دخلت عندي مثلا عندها وشها احمر جدا وبيحرقها قوي، يبقى ده انهي نوع من انواع الحروق مثلا؟ it's a first degree burn مثلا. تمام. طيب هنعالجه ازاي؟ دي كيس ستادي. تمام. فانا كان الدرس بتاعي عن انواع الحروق المختلفه، فاديله الكيس ستادي دي في الاخر، ده اسمه كالمينيتنج تاسك. كالمينيتنج يعني ايه؟ انا بنهي بتاكد ان هو يقدر يطبق المعلومه دي في سيناريو جديد.
تمام. اخر حاجه خالص البلانري او الكلوجر او الايفالويشن او ايا كان بقى تسميها ايه، الاكزit تيكت اللي في الاخر سمري مثلا، ماشي، ويعمل ريفلكشن عن اللي اتعلمه. اعمل لي 3 جمل عن اللي احنا اتعلمناه، اعمل لي 3 اسئله، ارسم لي انت فهمت ايه، ارسم لي كونسبت واحد من اللي احنا اتعلمناه، اي حاجه على حسب العمر اللي عندي. تمام. يبقى دي كده اجزاء الدرس بتاعي، وبعمل ايه في كل درس، تقريبا كل جزء بياخد قد ايه. هل حاجه صعبه في اللي احنا بنعمله ده اللي احنا قلناه؟ سؤال، أستأذنك في سؤال. طبعا اتفضلي. مرحلة الكوريكشن بتاع الميستيكس خاصة في السبيكينج بتبقى امتى؟ لازم أعملها immediately ولا أأجلها at the end؟ هو الخط بيقطع شويه. هو ساره انت سمعتي؟ مرحلة الكوريكشن، تمام؟ مرحله سامعني كده؟ الكوركشن. حلو. بتبقى immediately التصحيح نفسه ولا أأجله at the end of the session؟ ممكن نعمل الحاجتين، بس خليكي تعملي اكزit تيكت صغيره قد كده الستيكي نوتس، بحيث ان انت الكوركشن بتاعك يبقى بالعين، تقدري تعدي على الجروبس بتاعتك او تعدي على الانديفيدوالز اللي موجودين معاكي، تشوفي هم عملوا ايه في كل واحد، وتدي فيدباك سريع لكل واحد. بلاش كوركشن او بلاش اعمل حاجه يتعمل لها كوركشن في ديمو لاني مش هلحق. طيب لو انا وقعت في المشكله دي وكان في حاجه محتاجه كوركشن، اجمعها واقول لهم I will give you the feedback later. مش كوركشن بقى، اسمه فيدباك. تمام. I will give you the feedback later. تمام. لانه اكيد الراجل اللي قاعد قدامك او الاتش او دي اللي قاعد قدامك عارف ان في اجزاء كتير من الحصه ممكن ما بلحقش اعملها، بعملها بعدين. اسمها تمام. فيدباك. فيدباك. فيدباك يعني ايه؟ تغذيه راجعه. أنا عارفة فيدباك إيه اللي بعدها، في كلمة كده أنا ما سمعتهاش. انا قلت ايه طيب؟ فكريني. مش عارفة فيدباك ليدر ولا ليبر ولا فيدباك إيه؟ فيدباك ليتر. انا في ليتر في ليتر، أوكي أوكي. في حاجات انا بعملها ليتر تمام. طيب. أم... نكمل. تقسيم الوقت. تقسيم الوقت بيجي بالكارفول بلاننج، التخطيط المناسب، واني ما اخدش باي في اي جزء من اجزاء الديمو بتاعي وقت اكتر. طيب بعملها ازاي؟ حاجه صغنطوطه كده، آه، 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 آم، تركايه صغنطوطه بيفيدني دايما قوي قوي ان احط تايمر على السلايدز. خشوا على يوتيوب عادي جدا، دي بتتعمل بسهوله شديده. اكتبوا مثلا 15 minute تايمر، 3 minutes تايمر، وحطوا التايمر دوت عندك جوه السلايد. تمام. وكانفا في تايمرز للسلايد. الباوربوينت تقدري تحطي تايمرز عادي للسلايد بيلت ان. اي ممكن يحط لك تايمرز للسلايد عادي جدا. تمام. فدي كده حاجه. تاني حاجه تقسيم الوقت. الاكتيفيتي البدايه بيبقى صغير، اكبر جزء بيبقى هاندز اون اكتيفيتي، حاجة يعملوها بإيديهم، يرتبوا أوراق، يكتبوا جملتين في ستيكي نوت، يلونوا حاجة، يعملوا حاجة ببلاي دو. دي أفكار كتيرة. تمام. ده بيبقى أكتر وقت من 15 ل 20 دقيقة. تمام. من ضمن ال 15 ل 20 دقيقة دي بتبقى فيهم 5 دقايق شرحي أنا، فأنا حاطة التايمر 15 دقيقة، وبحسب بعديها سلايدز كده فيها سمري اللي احنا اتعلمناه من الاكتيفيتي 5 دقايق. تمام. انا بقولهم كمدرس، باخد الاول فيدباك من الطلبه اتعلموا ايه من الاكتيفيتي، بعد كده انا بقولهم تاني كمدرس. تمام. بعد كده بيبقى فيه 10 دقايق culminating تاسك، خلاص خلصنا التاسك، ماشي، حوالي 10 دقايق. بعد كده 5 دقايق اكزيت تيكت، كده تقريبا دول نص ساعه. تمام كده سهل تقسيم الوقت. محدد الاكتيفيتي بناء على الهدف بتاعي، اختار الهدف بتاعي بشطاره بحيث ان الفعل بتاعي يديني افكار لنوع الاكتيفيتي اللي انا هعمله.
create develop analyze measure، كل دي افكار. تمام. التاسك الاخيره الاكزيت تيكت اللي في الاخر اتارجت فيها مستويات تفكير عليا. ارسم، كون، حلل حاجه تحلها في 3 دقائق بسيطه. تمام كده كده تقسيم الوقت واضح. ماشي. الكلمات اللي انا قلتها دي ممكن تيجي باسم I do you do we do they do، ممكن تيجي كده، ممكن تيجي باسم engage explore explain evaluate elaborate، ممكن تيجي باسم project based learning الانكوري based learning مثلا phenomena CER model investigation، اي حاجه من دول. كل دول نفس الاسامي للحاجات اللي انا قلتها، الاجزاء اللي انا قلتها، بس اختلافات بسيطه جدا جوه الميثودولوجيز بتعلمها بعدين انا كمدرس. تمام. اخر جزء من اجزاء ال ال ثانك يو، اخر جزء من اجزاء الليكتشر بتاعتنا. ايه، اديني سؤال كده عندك في الشات، اكتر حاجه وترتك لما اتسالت فيه. لما اجي اتسال بس حاجه، عشان المحتوى العلمي كان قلنا كتير، المحتوى العلمي لو اتسالت عن حاجه من الاتش او دي ما عرفتوش، تمام، إيه، لو سمحتوا، لو سمحتوا قولوا له I don't know بس I can research and get back to you. طب ده انا هقول لكم حاجه ألذ من جوه، من حد صفات الجيل الجديد بتاعنا، ان هم بيقدروا يعملوا ريسيرش بسهوله اكتر مننا بكتير. فبالتالي انا عمري ما هعرف المعلومات اللي عارفها الاي اي. تمام. فبكتير قوي بيجوا لي بمعلومات بتبهرني بصراحه، بيبقى معظمها غلط للاسف الشديد. تمام. فبقول لهم ايه، اوكي I understand, can you please give me a time to research and get back to you. وبفهمهم كده. انا من اول بدخل مش بنو ات اول اتيتيود، تصرف اللي هو انا عارف كل حاجه، انت طالب، انت تفهم ايه، وانا انت لسه ما طلعتش من البيضه والحاجات اللي بيقولوها المدرسين دي. لا، الطالب عادي يبقى عارف اكتر منك على فكره، عادي جدا. والاتش او دي ممكن يبقى عارف اكتر منك بس مش عارف يشرح ازاي. والمعلم الجديد يبقى عارف اكتر من الاتش او دي، عادي جدا على فكره، بيبقى اشطر منه كمان. تمام. انا افتخر بمدرسين انا دربتهم وطالعين من تحت ايدي بقوا دلوقتي سوبرفايزرز، وافتخر ان هم بقوا اشطر مني، ده فخر ليا. ما شاء الله عليهم، يعني ربنا يحفظهم. تمام. فعادي جدا يسألك سؤال من كور الدرس وتقول له معلش I will get back I will research this question and I get back to you. بس أرجوكم دايما ادخلوا واثقين في معلوماتكم. يعني ريسيرش الباك جراوند بتاع الدرس، اعمل بحث عن الباك جراوند بتاع الدرس، مش هياخد مني حاجة. اعمل بحث عن المعلومات السابقة اللي المفروض تكون عندك على الدرس ده. ماشي. معلومات السابقة والمعلومات اللي شوية سلمة أكبر شوية. What should be displayed on the whiteboard؟ حاضر. الوايت بورد بتاعتي بتتقسم ازاي؟ أنا هكلمكم بقى التقسيم القديم، لأن الوايت بورد بالنسبة لي أنا أو رأيي الشخصي هي أداة مهمة. ليه؟ اللي موجود على اللي بيتعرض على البرزنتيشن أو على السمارت بورد ايا كان لازم يكون في جزء ثابت ما بيتحركش. الجزء الثابت اللي ما بيتحركش يبقى فيه الهدف بتاعي. فانا بقسم الوايت بورد، الرول بتاعت الوايت بورد بقسمها ل3 اجزاء. الجزء الاول بيبقى فيه حاجتين، الاهداف بتاعتي الاوبجكتيفز والاجنده اللي انا هعملها. نخلي بالنا ان الاوبجكتيف والاجنده انا بعمل دايما تشيك كده هوت بالماركر بتاعي بعد ما بخلص كل هدف. لو انا عندي اهداف متعدده في الديمو، ارجوكم هو هدف واحد بس ممكن قياسه. بس في الاجنده، خطوات الاجنده بتاعتي انا هعمل 1 2 3 4، اعمل تك صغيره بعد ما بخلص كل خطوه. ليه؟ لان وارد جدا ان واحد من الطلبه يحصل له ديستراكشن
فتبقى ده الجزء المثبت عندي whether في السمارت بورد او في الوايت بورد بتاعتي، خطوات واوبجكتيف. الجزء اللي في النص ده جزء الشخبطه، جزء اللي انا بعمل illustration بيه برسمي، بجمله انا بكتبها، بشرح الفايندنجز بتاعت الطلبه اللي انا مش حابه اقول عليه غلط او صح دلوقتي، هدي فيدباك عليه بعدين. بعمل فيه الشخبطه اللي انا عايز بقى ارسم فيه، اعمل دودلز صغنطوطه كده هو تعبر عن الدرس او يعبر عن المرحله اللي احنا بنعملها ايه. افضل امسح واكتب وامسح واكتب كذا مره عادي جدا في الجزء ده. الجزء الاخير بيبقى فيه البلانري بتاعي اللي بيتضمن القفله بتاعت الدرس بتاعي، فيها السمري انا اتعلمت ايه النهارده. رقم اتنين، وده بكتبه في اخر 3 4 دقائق في اللسن، رقم اتنين الاكزit تيكت بتاعتي. تمام. يبقى اول جزء فيه الاهداف بتاعتي والاجنده، الجزء اللي في النص الدودلز بتاعتي الشخبطه اللي انا بشخبطها، الجزء الاخير اللي فيه بقى لو في عندهم هوم ورك، اللي فيه السمري اللي احنا اخدناه، واللي في الاخر خالص الاكزit تيكت انا عملت ايه. تمام كده واضح الوايت بورد؟ اي اسئله تاني نخشها قبل او اجاوب عليها قبل في الاخر؟ الديفرنشيشن، اسهل طريقه اعمل بيها الديفرنشيشن واضمنه هو بتيرد ورك شيت. كلمه تيرد ورك شيت يعني ايه؟ هي عباره عن ورقه عمل عاديه بس ذات اهداف متعدده، ذات مستويات متعدده. يعني بتبتدي بمستوى صغير، سؤالين في المستوى القليل أسئلة مباشرة، سؤالين في المستوى المتوسط أسئلة أصعب شوية، سؤالين في مستوى أعلى اللي هو للطلبة العاليين قوي. ممكن أديها للطلبة كلهم أو ممكن أقسمهم على حسب المستويات لو أنا عارفة الطلبة بتوعي. تمام. اديها للطلبه كلهم امتى؟ لما اكونش عارفه مستويات الطلبه اللي قدامهم، فهي ورك شيت واحده فيها الثلاث مستويات للطلبه، واحدد وقت واشوف كل طالب عندي وصل لحد فين، وده يبقى مستويات. ففي طالب هيحل لي الورقه كلها ده مستوى عالي، في طالب هيحل لي اول جزء بس ويقف ده مستوى قليل فلازم اعمل له سكافولدنج بعد كده، لازم ارجع تاني واساعده عشان يبقى اون ليفل. تمام. وفي طالب هيحل اول وتاني مستوى بس، وده اللي مطلوب ان هو يحل اول وتاني مستوى بس. تمام. اللي هو يكون اون ليفل، يكون على قد المستوى بتاعي اللي هو حقق الهدف. تمام. اللي حل اخر جزء من الورك شيت بتاعتي من التيرد ورك شيت او ورك شيت او ورقه العمل متقسمه مستويات، اللي حل اخر جزء ده الطالب اللي ما حصلش، اللي هو في الاخر بيبقوا 3 4 طلبه من اللي قاعدين قدامي. تمام. دي اسهل حاجه ممكن اقول للاي اي يعملها في آه، آه، آم، اللي بحبه قوي 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 ويعمل لي الكلام ده حاجتين: بير اسسمنت. بير اسسمنت ده اسمه بير داك اهو، بير داك، او خلينا نكلمه بير اسسمنت على طول عشان تخشوا على كلمه الاسسمنت. بير اللي هي الجوافه الاجاس. تمام. والتانية واحد اسمه دافت. الاثنين ممكن اعملهم. تقسيم الاقران قصدك تقسيم الجروبات. الجروبات بتتقسم على حاجتين، يا هوموجينس يا هيتروجينس. دي ليها آه، 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 دي ليها الهدف بتاعها امتى اقسمها وامتى اعملها، ودي ليها الهدف بتاعها. علشان نتكلم عليهم هيبقى طويل قوي قوي الكلام امتى بعمل دي وامتى بعمل دي. فساره تحضر لنا وقت عن الديفرنشيشن واللي فيه تقسيم الجروبس وازاي بقسمها. تمام. هي عموما انت لو اتسالتي في السؤال ده قول لهم ممكن اقسم جروب مستوى واحد على حسب المستويات الاكاديميه او على حسب طريقه التعليم اللي هو الواي اوف ليرنينج اللي هو الفارك كويستشنير، او بقسمهم على حسب مجموعات غير متجانسه بيسموها، او heterogeneous جروب اللي هي مجموعات تعليم مختلفه او طرق تعليم مختلفه. ماشي. ومستويات مختلفه. تمام. difficulties in the time management. I mean I can't be restricted to the timer given to the objective activities or even an exit ticket. يبقى لازم التايمر اللي على لازم التايمر اللي على السلايد بينفعك قوي. وممكن نجيب المنبه الصغنطط دوت بنشتريه من على تيميو او من على شيء. تمام. دي كده حاجتين هيساعدوكي، واللي هيساعدك اكتر انك تقسمي على حسب مستويات الطلبه اللي عندك. قسمي الاكتيفيتي على حسب مستويات الطلبه اللي عندك. تمام. حاولي تارجتي
اجزاء صغيره الاول، وشوفي هتحقق قد ايه من الوقت. تمام. بعد كده زودي الاجزاء بتاع كل جزء من الدرس شويه شويه لحد ما تناسب الوقت ده. تمام. صغري التاسكس بتاعتك. simplify your tasks. هتساعدك جدا في التايم مانجمنت. تمام. طيب هنوصل لاخر جزء من الليكتشر بتاعتنا، الاتش او دي انترفيو. الاسئله والاجوبه اللي قدامك هي سامبل، اسمها ايه، عينه. تمام. ممكن تتسال اسئله تانية، وزي ما قلنا احنا بنتكلم على الانترفيو المهني اللي بيتعمل، البروفيشنال. تمام. رقم واحد، how do you differentiate؟ ازاي بتقدر تعمل differentiation؟ تمام. رقم واحد قلنا اسهل حاجه التيرد تاسكس. تمام. حقيقي. 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 less teacher time talk او less TTT هو اللي بيضمن لك الوقت الاقل. انا كمان محتاجه less TTT. تمام. علشان خاطر انتوا اكيد زهقتوا مني. رقم واحد، ازاي بنعمل differentiation؟ اسهل طريقه للتعليم المتميز، او بيسموها ايه، مراعاة الفروق الفرديه، هي التيرد تاسك، او المهمه اللي متقسمه ربنا يخليك يا رب، المهمه اللي متقسمه لليفلز. تمام. استخدم سكافولدنج. سكافولدنج يعني ايه؟ آلات مساعده، اللي هي بستخدم فيجوالز اكتر، بستخدم حاجات مكتوبه اقل، بستخدم فيربال لانجوج اقل. تمام. يعني بركز اكتر على الفيجوالز. دي طريقه من طرق الديفرنشيشن، علشان خاطر كل متعلم يعرف هو بيعمل ايه. ان انا كمان اعمل طرق تدريس مختلفه. فانا استخدمت فيديو، واستخدمت مهمه كتابيه، واستخدمت هاندز اون اكتيفيتي، علشان اراعي كل متعلم، كل طريقه تعليم. نو نو اي اندرستاند، والله انا عارفه، انا بتكلم عن نفسي. انا اللي بتكلم عن نفسي. اي اندرستاند. تمام. How did you assess learning؟ ازاي قدرت تعمل assessment؟ طرق الاسسمنت، انت ممكن تقولي كلمتين هيقفلوا الموضوع ده. استخدمت formative assessment عن طريق checking for understanding التارجتد questions اللي كنت بقولها، او استخدمت خليني اترجم اللي انا قلته ده. استخدمت طريقه formative assessment، يعني ايه، سوري، تقويم مستمر. تقويم مستمر عن طريق ان انا سالت اسئله ليها اهداف محدده بعد كل جزء، واستخدمت exit ticket في الاخر as summative مثلا للدرس ده. استخدمت عدة أدوات التقويم المستمر. تمام. أنا استخدمت exit ticket، واستخدمت hinge question، واستخدمت checking for understanding عند الدقيقة 20. كل ده هعمله إن أنا أخطط صح. تمام. ليه استخدمت الأكتيفيتي ده؟ علشان ليها علاقه مباشره بالاكتيفيتي، بالهدف بتاعي. لو انا كاتبه الهدف ليه علاقه مباشره بالاكتيفيتي مش هتقدر تسالني السؤال ده، ولو سالتني تبقى علشان تبين نقطه قوه عندي. تمام. ازاي بتقدري تعملي حاجتين، مانج تايم ومانج بيهيفير؟ تعملي ايه بالنسبه للديمو، وبالنسبه لي الكلاس روم العادي، كلاس روم مانجمنت. رقم واحد، مفيش حاجه اسمها طالب شقي. زي ما قالت ساره، في طالب فاضي ومش عارف هو يعمل ايه، او مش فاهم احنا بنقول ايه. تمام. معرفه معرفه انماط التعلم عند الطلبه بتاعي، ده مهم جدا. تمام. رقم اتنين، ده في الكلاس روم العاديه. رقم اتنين، اني انوع طرق التدريس بتاعتي في الدم، ده مهمه جدا. تمام. من عندي اجزاء مختلفه، كل جزء هعمل طريقه تدريس بسيطه تخلي اللي قدامي يفهم انا بتارجت learning styles مختلفه. ماشي. رقم ثلاثة، لازم تكون تحضير الدروس بتاعتي مناسبة قوي للوقت، التايم الوكيشن عندي. فمثلا اعملها الاول زي ما قلت، اعملها اول في بداية السنة، اعملها صغيرة عشان اشوف ليفل المتعلمين اللي عندي، وسرعة ادائهم، سماعهم للانستراكشن، وسرعة ادائهم للاكتيفيتي، الاكتيفيتي المنظم اللي ليه انستراكشنز واضحة. تمام.
وبعد كده اقدر ازود 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 لحد ما اوصل للجزء المناسب. طيب لو انا عندي بعد كل دوت طالب مشاغب، رقم واحد الطالب المشاغب اللي ما بيعملش الاكتيفيتي فهو مش فاهم الدرس بتاعي، يبقى معنى كده الابروتش بتاعه مختلف شوية. لازم الطالب دوت يتطلب اني انا اعامله بما يناسب شخصيته، بما يناسب هو بيعمل لي ايه. فلو كان طالب مشاغب على طول بيتكلم، على طول بيعمل انتربشن، على طول بيقاطع زمايله، اشوف ايه نمط التعلم بتاعه واعمل له اكتيفيتي بسيط مناسب لنمط التعلم ده للطالب ده لو هو بيلو ليفل. الطلاب اللي عندهم ADHD او الطلبة المتخذي الذكاء اللي عندهم ذكاء جامد جدا، دول لازم اشغلهم بحاجتين: ان هم يساعدوني في الانستراكشنز بتاعتي، شرح الانستراكشنز بتاعت كل اكتيفيتي للطلبة، وان هم يتحركوا، يجيبوا لي الادوات، يعملوا لي يعلقوا الاكتيفيتي بعد ما نخلص، ان هم يراقبوا بعد ما خلصوا الاكتيفيتي بتاعهم وابتدوا يتنططوا، يراقبوا الجروبس التانية ويعملوا بير ليرنينج. تمام. اوظف الذكاء ده لمساعدتي في الدرس. تمام. يبقى كده عرفنا ازاي بنتعامل مع الطالب المشاغب. الإجابة المناسبة للطالب المشاغب، ماشي، إن أنا أشغله دايما، أعمل له تاسكس مناسبة ليه. لو هو كان بلو ليفل أعمل له تاسك مناسبة ليه عشان هو مش فاهم. لو هو كان above ليفل أدي له تاسك زيادة وأشغله. they can be helpers to the teacher. برافو. تمام. what if technology fails؟ لو أنا بستخدم كهوت أو بستخدم بلوكت أو كويزيز أو ديفت او اي بلاتفورم، وات اف تكنولوجي فيلد، ببقى جاهزه على طول بستيكي نوت، وببقى جاهزه على طول بالتاسك البديله ليها. احنا مش ضامنين التكنولوجيز دي، من احد عيوب التكنولوجي. انا بحبها جدا وبستخدمها كتير لان الطلبه بتوعي بيحبوا يتعلموا عن طريق السكرينز، بس لازم ببقى دايما عامله بلان بي، لازم بريبير البيبر باك اب بتاعي. تمام. او لو تك الترناتيف. حلو كده. What would you improve؟ بص على الدرس بتاعي، ولازم ده أحد أهم الفيدباكس اللي بيعملها المدرس في يومه، مش بس سؤال من HOD. كل درس باخد كده وراه لحظة، بعمل فيدباك في دماغي. أنا عملت في الحصة دي إيه صح، إيه اللي أنا أقدر أحسنه وأحسنه إزاي. دي الفيدباك. تمام. إحنا كده خلصنا. هل في حاجة تاني من الأسئلة اللي قدام ما جاوبناش عليها يا سارة؟ لا، اظن احنا جاوبنا كده على كل حاجة. تمام. آه طبعا هو في انا تفاصيل اكتر، يعني طبعا هو الموضوع اكيد في تفاصيل اكتر بكتير، يعني كل جزئية من اللي ميس علا قالتها دي بيتشرح فيها مدة. يعني سمارت اوبجكتيف بتقعدوا فيه شوية حلوين، الاكتيفيتيز برضو، الجروبينج حبة برضو، الديفرنشيشن ممكن تتعمل لها سيشن ولا تو سيشنز لوحدها، يعني في ناس بتعمل كورسات ديفرنشيشن لوحدها. ايه الايس بريكرز، الورم اب، الاسسمنت، كل جزء من الجزئيات اللي ميس ولا اتكلمت عليها النهارده دي حقيقي. يعني لا، كل واحده فيهم تاخد لها حصه حصتين مثلا او محاضره محاضرتين، بتاخد شغل عشان تتشرح بشكل كافي. احنا بس خدنا كده مقتطفات من كل حاجة علشان يبقى عندكم معلومات كافية إلى حد ما يعني. إن شاء الله تساعدكم لو عندكم انترفيو قريب أو عندكم ديمو، أو حتى لو ما عندكوش أي حاجة من الحاجات دي، ودي بس كده ريفرشمنتس كده، أو يعني مصحصحات للمعلومات عشان السنة الجديدة نفتكر كده يعني شوية حاجات مع بعض. اخر حاجه بقى، نرجع تاني للمنتي ميتر. سريعا آخر كده حاجة، قولوا لي اخر حاجه، خلاص خلاص اخر حاجه فيدباك. ايه اللي كان كويس في الليكتشر اللي انتوا عايزين تحسنوه، ونحسنه لكم ازاي عشان المره الجايه في الليكتشرز اللي جايه احنا هنعمل ليكتشرز كل يوم سبت. we would love to hear الفيدباك بتاعكم. التغذيه الراجعه بتاعتكم مهمه جدا لينا بس احنا عشان السبت الجاي بنحسن. مش هيبقى عندنا سبت عشان هتبقى حد، عشان انا عندي كورس الاي اي يوم السبت، معلش بعتذر منك. ما فيش احنا مشكله. هنخليها لحد عادي.
هنبعت برضو، هبوست على الفيسبوك وعلى الانستجرام، وهبعت على الجروب بعنوان السيشن الجاية. واكيد طبعا اكتبوا انتوا حابين طبعا. العنوان السيشن الجاي يبقى عن ايه. ماشي، ادونا كده في الفيدباك في المنتي ميتر. ماشي، اخر جزء عندنا اهو. ادونا فيدباك. we would love to hear your feedback علشان خاطر نحسن منتجاتنا بعد كده. حاضر من عينيا اكيد. اي اي ساره قصة كبيرة بروفيشنال. قوي، بس حاضر من عينيا حاضر. انا على طول بعمل حاجات عن الاي اي، بس اكيد ان شاء الله ممكن المرة الجاية نعمل حاجة عن الاي اي بإذن الله. طيب احنا كده خلصنا، جزاكم الله خير. وصدعناكم في الساعتين دول. وان شاء الله نقابلكم في ورك شوبس تانية، ونقابلكم في الكورسات بتاعتنا في ستيميفاي اكاديمي. كانت لكتشر ممتعة، وان كانت شاء الله كانت نسمع فيدباك. معكم محدثتكم من ميسا. من ستيميفاي اكاديمي. ايوه. شكرا ليكم. ايوه، احنا شكرا ليكم. احنا اكيد طبعا هنبعت لكم على الواتساب هنبعت لكم عليه سيشن التسجيل، وهنبعت لكم عليه الماتيريال لو حابين البرزنتيشن. وخليكم برضو كده متابعين الحاجات اللي بننزلها على الفيسبوك والانستجرام علشان خاطر تعرفوا الحاجات الجديدة. اتفضلي. حد يسأل على انا حاجة؟ ايوه، انا عايزه لينك الانستجرام والفيسبوك. يبقى انت طب معلش اسأل سؤال بسيط. طب انت لو انت مش جاية من الانستجرام ولا الفيسبوك. والله صاحبتي بعتت لي اللينك بتاع السيشن ده، وانا حضرت على اساس اللي هي بعتته لي، لكن انا ايوه ما ايوه اعرفوش. ايوه نورتينا صح. والله، نورتينا في كل لا الحالات. منورة اصلا. نورتينا حقيقي والله. شكرا جدا ليكي ولمجهودك ولتوضيحك، حقيقي ما سبتيش نقطة الا لما شرحتيها، بجد شكرا. ثانية واحدة. الله ثانية يبارك واحدة لك يا بعت لكم اللي هو هنا. كفيتي ووفيتي. تسلم ايديك. هبعت لكم هو لينك الانستجرام هنا في ما تنسوش الشات. الفيدباك. هما بس ما صدقوا، بس بيجروا. ثانية واحدة. انا نفسي هسيبك واجري حالا دلوقتي. واحدة، رابط الواتساب هبعت لكم الحاجات، بس رابط الواتساب اهو. انا كنت بعته قبل كده بس هبعته تاني. بعته لكم قبل كده. ثانية اما اجيبه وابعته قبل ما تخرجي وبعتي عشان الباقي على الواتساب يا سارة، وقفي ما ريكوردينج. هي مش في الجروب ماشي اوكي، هوقف الريكوردينج اوكي. انا في الجروب، في جروب ما الواتس. هو ما هو بس انت في لكن الجروب. انا هقول لك على حاجة.